ما هو هذا الموقع؟ هو موقع المعارضة، لأن حتى الذين يؤاخذون علينا يقولون أنكم ل10 سنوات كنتم ساكتون على الفساد وعلى تضارب المصالح وعلى هذا، أو هؤلاء مخطئون 100%. مخطئون لأنهم نحن حينما كنا في المعارضة في الحكومة ل10 سنوات لم يقع مثل الذي يقع اليوم، بل بالعكس، نحن حاربنا الفساد وحاربنا تضارب المصالح. إصلاح صندوق المقاصة هو أكبر عملية لمحاربة الفساد والريع عرفتها قوانين المالية وعرفتها المالية العمومية. هذه وقعت في عهدنا، وكان معنا رئيس الحكومة اليوم الذي هو معني بالموضوع، معنى أن نحن لا نداريه، لم نداريه ولم نجاره، لا لما كنا في الحكومة ولا لما أصبحنا في المعارضة، كنا معه في الحكومة، ومع ذلك حيدنا ديك التيو ديال الدعم اللي هو المؤسسات الدستورية تقول بأنه هذاك دعم ريع وكان غير قابل للمراقبة وغير قابل للشفافية وكان يستفيد منه. نفس الشيء إذا نحن نتعامل بنفس الطريقة. ثم نحن اليوم في المعارضة، دور المعارضة ما هو؟ المواطنة المسؤولة القوية المستقلة اللي تراعي مصلحة الوطن والمواطنين، وأن نقوم بدورنا. لذلك نحن في البيان الختامي وفي أشغال المجلس الوطني خصصنا فقرة، فلا أقول فقرة، محورا كاملا للعمل الحكومي. بدأناه بهذا الأمر. قلنا أولا هذه الحكومة والمجالس الترابية اللي هي أغلبها مكونة من نفس الأغلبية، هذه يعني بصمت على فشل وعلى عجز بين. أولا ليست هناك لا كفاءات تدبيرية. الحكومة احنا تنشوفوا شنو وقع على مستوى التواصل، على مستوى المواجهة ديال الإشكاليات. رحنا شفنا المشكل ديال الطلبة ديال الطب والصيدلة، وقبله المشكل ديال التعليم والمحاكم والقانون التنظيمي للإضراب وإلى آخره. يعني لا تخرج من أزمة إلا لتدخل لأزمة جديدة. تكلمنا كذلك على تضارب المصالح. تضارب المصالح بمعنى أنه نحن ماشي الهدف ديالنا وهو أنه ألا تفوز شركة ما أو لا. الهدف ديالنا أنه لا يمكن أن تركز جميع الفرص الاستثمارية والصفقات العمومية والشراكات بين القطاع والعام والخاص تمشي لجهة واحدة، والمقاولات الأخرى التي تعد بالآلاف تجلس تفرج تتشوف تتشوف الصفقات العمومية دايزة لواحد الجهة، الشراكة بين القطاع العام والخاص دايره لواحد الجهة، وهذوك الآخرين شنو غادي يديو 244 مليار ديال السنتيم اللي اشتدتها الشركة ديال رئيس الحكومة ديال الصفقة باش تعطي الفيول العادي والفيول الصناعي تعطيه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركات الأخرى ديال المحروقات تجلس تفرج فيها. الهدف ديالنا هو هذا الهدف، وهو أن تكون العدالة والشفافية وعدم الاستفادة من موقع رئاسة الحكومة، وعدم الاستفادة وعدم استغلال النفوذ فيما يتعلق بهذه الأمور كلها. ثم ارتباطا بهذا الأمر